كنا حابين نعرف ايه اللي شافه علي عبد الله صالح في حضرتك لاختيارك كسكرتير صحفي، مع ان حضرتك كنت معارض وسجنت على ايد علي عبد الله صالح. والله يفترض لا يسأل هو ايه اللي شافه، لكن انا بعتقد بانه الصدق ومراعاة المصلحة الوطنية والشجاعة في مواجهة الأخطاء، 3 حاجات يعني جعلت ذلك النهار يعني يقرر قرارين في وقت واحد. كنا على خلاف بعد اجتماع للجنة 200، يعني 100 من المعارضة و100 مننا. 100 بتوعنا قعدوا مع نائب الرئيس اللي هو الآن الرئيس عبد الرب منصور هادي، وسمعهم كلام، يعني كلام واحد مهزوم. يعني الرجال اليمني انهار، الحوثة يعني بيسيطروا على بعض المناطق، المعارضة رافضة تشارك معنا في السلطة، يعني كلام شخص مهزوم. أنا طلبت الحديث وكلمته، يعني قلت له يا الأخ النائب، يعني إذا كان الكلام هذا يصدر عنك وأنت نائب رئيس جمهورية وأنت قائد، الكلام ده كان موجه للمجتمعين من حصتنا من حصتنا 100 عضو في اللجنة وأنا أحدها. فإذا كان أنت مهزوم، الجنود دول إيش بيعملوا؟ إذا كان القائد بنفسه يشعر بالهزيمة، فهل الجندي ده بيحارب؟ هل بيدافع عن أي من القيم التي يفترض أن الناس بيدافعوا عنها؟ وكلام كثير يعني. فاللي أغضبه أكثر إن الجميع بعدي كان بيقولوا مثل ما قال الأستاذ أحمد الصوفي، نضيف، أي معنى كضموه تماما. الكلام وصل للرئيس علي عبد الله صالح من الحضور، انه اليوم احمد الصوفي عمل حاجات، يعني يتصل بي قال بكره الساعه 11 تكون عندي في المكتب. علي عبد الله صالح. رحت اليوم الثاني وجدت النائب والشيخ الشائف والبشيري، يعني علي البشيري، عبد الله البشيري. بدأ النائب يقول لي انك انت كنت امس مزاود مثل الحزب الاشتراكي، يعني معلل الموجة وعايز تعمل فيها بطولة. قلت له وانت كنت البارحة مهزوم مثل القفري، واحد القفري معه حزب رابطة قديم جدا، ويعني في وجود علي عبد الله صالح. طبعا في وجود علي عبد الله صالح. قلت له وانت كنت مهزوم مثل القفري. رده كان ايه؟ هذا يعني علي عبد الله صالح قال ايش معك كنتوا بتناقروا، يعني كل واحد بينقر في الثاني. كان منفعل؟ لا عادي، ريلاكس ورا المكتب قاعد كده. قام خدني في ايدي ومشينا لجوه. الكل جاء بعده، ومن كلمه لكلمه من كلمه لكلمه كان الوضع اشتباك بيني وبين النائب. قال علي عبد الله صالح روح وزاره الاعلام حصدر قرار تعيينك نائب الوزير لشؤون الاعلام الخارجي. قلت له يا اخي انا جاي اقدم لك عون مجاني وانت لازم تحل لي المشكله. يعني مين يروح يشتغل في وزاره الاعلام والناس بيشغلوها بالتلفون؟ ما فيش حريه تعبير، ما فيش راي، حتى راي يفيدك انت كمان، يعني ما فيش، ولا الضالين امين، كل حاجه. هذا قال عاوز فين؟ هو عرض عليك اختيار المكان اللي حضرتك المكان. قلت له معاك. قال خلاص انت وصاحبك عبد الجورجي هو لك المدير مكتبه، سدوا الصوفي سكرتيري. النائب واسمه هذا الشايف، الشيخ الشايف، قالوا ايش القرارات هذه اللي بسرعه وكلام؟ والرئيس قال حضروا مكتب احمد الصوفي. يقول لي يعني امين عام رئاسه الجمهوريه. اخذت سيارتي وخرجت عند الباب، يوقفوني يقولوا لا المكتب قد جاهز. قلت لهم هذا اسرع مكتب في التاريخ يجهز.
يعني معقولة؟ أحيانا بيمر 5 6 أشهر وما يجهزش. كان فكان سرعه تجهيز المكتب كان خوفا من علي عبد الله صالح. طبعا طبعا. بعدين هو يعجبه الصراحة، يعجبه الرجل الشجاع، يعجبه الأمانة. في إحدى المرات جيت الصباح كالعادة نطلع على الصحف كلها وننتقي الموضوعات اللي يعني تكون مهمة، سواء من صحف المعارضة أو من الصحف الرسمية أو الصحف العربية والدولية. لكن نهار شفت تعديلات دستورية، ناشرين دستور سيقدم لمزيد من التعديلات. أنا قلت لصديقي يا زميلي عبد برجي، ما لكم يعني أنتم يعني تخلوه ياخذ 4 سنوات و4 سنوات ثانية، وبعدها يطلب منكم ولا تطلبوا منه أن تحلوا قيودهم. يعني أنتم الآن بتشغلوه بطريقة سيئة إلى درجة أن لا يوجد مواطن في اليمن سيحلم بأن يكون رئيس جمهورية، ولا أي حد قادر طالما علي عبد الله صالح مصادرها.